ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. حلقة جديدة من برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط. معاكم أكرم المصري، بكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء. النهاردة أول حلقة في 2018، يعني ببتدي بيها بداية كده كلها تفاؤل وخير إن شاء الله. وأكيد كل سنة وانتم طيبين ودايما كده مبسوطين في حياتكم، وإن شاء الله كل حد بيتمنى أي حاجة، بيحلم بحاجة، نفسه يشتغل شغل معين، ان شاء الله السنة دي يعني تفائلوا كده بالخير. ودايما انا بقول تفائلوا فإن التفاؤل لن يضركم. ففيها ايه لو كنت متفائل؟ ما فيهاش حاجة، لكن لا هتفضل يعني تنكد على نفسك، انت اللي هتتعب في الاخر. زي ما انا معودكم في كل حلقة من برنامج آدم بتكون حلقة مختلفة. ويعني يمكن انا حبيت ابدأ 2018 وموسم جديد من آدم بضيف أنا شخصيا يعني بحترمه وبتابع شغله، ومن الشخصيات كده اللي نطلق عليها ان هم اعلامي مهني بيحترم الجمهور، بيحترم ما يقدمه كمان من محتوى. وهو مش بس اعلامي، هو كمان بيدرس اعلام ما شاء الله، ويعني حد يبقى عارف كويس قوي هو قبل مثلا ما يطلع على الجمهور او على الناس اي كلمة بيكون مفكر فيها كويس وعارف يعني ما بيقولش كلمة ليها معنيين. فالاعلامي اللي بيحترم جمهوره ويتميز بالمهنية ما شاء الله. وكمان انا يمكن ده انا لسه هقولها له لأول مرة ان هو صوته كمان ينفع كمذيع راديو حلو جدا. فمنورنا ومشرفني الإعلامي الأستاذ محمد صادق. مساء الفل. ميرسي يا أكرم، وميرسي على التقديم اللطيف. ربنا يخليك، ما تحرمش منك، دي أقل حاجة. تسلم. طيب حابب أعرف منك بقى، بما إن إحنا لسه في بدايات 2018، فعايز أعرف من الإعلامي محمد صادق إيه أكتر حاجة حققتها في 2017 وفخور بيها جدا؟ اكتر حاجة حققتها في 2017 مش هكدب عليك، انا شغال بشكل عشوائي، يعني مش منظم في فكرة شغلي قد ما انا ببقى مركز في مشروع معين، فبحاول ان انا اخد فيه خطوات في الوقت اللي انا ممكن فاضي فيه. يمكن مشكلتي ان انا ممكن اسافر اكتر من سفرية في السنة، بس يمكن كنت في اخر 2016 كنت مع البرودكشن هاوس اللي انا شغال معاها، كنا عملنا حاجة اسمها علامة استفهام طبعا. وبظروف او باخرى البرنامج كان مخطط يذاع في رمضان 30 حلقة. حصل لي حادثة عربية، كانت مشكلة كبيرة الحمد لله، فسجلنا تقريبا نص البرنامج وما كملتش النص التاني. فبالبلدي كده قرفة البرنامج كانت حلوة، وإذاع والإمباكت بتاعه كان حلو جدا، ونسبة المشاهدة بتاعته تخطت 1,000,000 وشوية، فده كان حاجة بسطتني في 2017. فدي اكتر حاجة تقريبا دي اكتر حاجة. مفيش اي حاجة شخصية ممكن حصلت لك انت فخور بيها حصلت في 2017؟ بص يا أكرم، حتة انك تبقى فخور بنفسك عشان تحقق حاجة بعينها لا، بس يمكن انت تبقى فخور بنفسك انك ما تقدمش تنازل، خاصة في شغلك. ان ممكن في وقت من الاوقات تبقى انت في امس الحاجة للماديات او كده، ويجي لك عرض انك ممكن تشتغل بس تحس انك مش لاقي نفسك فترفض. فبالتالي ممكن تبقى فخور بنفسك او معتز بنفسك او بتحترم كرامتك انك انت ما تقبلش بشغل انت مش حابه، او انك تقبل بقناة او ببرنامج او بمحتوى انت مش حابه. دي حقيقة. طيب يعني احنا عارفين طبعا حضرتك اعلامي، ومش بس كده بحاول ابقى اعلامي بتدرس اعلام، يعني مش بس اعلامي متميز، اكيد بتدرس كمان اعلام وليك الطلبة اللي بيحبوك وكل حاجة، فاكيد بيبقى ليك وجهة نظر كده لما بتقعد كمتفرج. فشايف الإعلاميين لو هتختار كده أحسن إعلاميين مهنيين في 2017 من وجهة نظرك كانوا مين؟
بص يا اكرم، 2017 بص طبعا هم اللي موجودين على الشاشه كلهم اساتذتي، بس يمكن لو حبيت اقول لك اسم كمهني يمكن هو مش موجود السنه دي، كان موجود في اول 2017 ولظروف ما مش موجود. يمكن انا يعني فكرتني لازم اتصل بيه واشوف ظروفه ايه بجد، لان انا قصرت فعلا. شريف بركات في الحياه هو من احد الاعلاميين المتميزين جدا جدا. احنا مش صحاب بالمره، يمكن علاقتنا ببعض يمكن فيسبوك مش اكتر، بس هو انا شايفه ان هو اعلامي مهني محترف وما خدش حقه بالمره، لا في المحور ولا في الحياه. طيب في حد تاني ولا هو في حد تاني اكتر حد؟ لو انت مثلا قاعد في البيت ممكن هو انا كمشاهد بقى محمد انا دلوقتي كمشاهد بتعجبني اسعاد يونس. هي بتعمل حالة، وجه لها انتقادات زي ما انت عايز، اتكلم في حقها زي ما انت عايز طبعا. هي كفنانة متميزة جدا وكإعلامية قدرت بالبلدي كده تلعب على مشاعرنا وعلى النوستالجيا، وانها ترجعنا الحنين لحاجات حلوة قوي، وهي دمها خفيف يعني. فهي اللي انا بتبسط لما بتفرج معاها، وهي بتعرف تخلي الضيف في روح حلوة يعني. حتى لو الضيف معلش دمه تقيل شوية، هي بتعرف تخليه، تعرف تطلع منه اي حاجة. تمام. طب حد توك شو، احنا ما جبناش سيرة حد توك شو خالص. بص هقول لك على حد انا بعتبره برضو تتفق او تختلف معايا يعني. انا بتكلم كمشاهد، ان انا بعيد عن الاعلام اذا كان له ايجابيات او سلبيات. عمرو اديب ويعتبر اللسطى يعني في الوقت الحالي، هو اللسطى او الصنايعي قوي بتاع المهنه. عمرو اديب طبعا، والاستاذ طبعا قبل الكل محمود سعد، وان شاء الله تبقى عودته قريب يعني ان شاء الله. بس هو اللسطى في الوقت الحالي هو عمرو اديب. تمام. طيب احنا لسه هنكمل اسئلتنا، وفي حاجات كتير يعني هنسالها للاستاذ محمد صادق، ولكن لكل الناس اللي حابه تشارك معانا وحابه تسال الاستاذ محمد اي سؤال، يعني هو النهارده مستعد معاك النهارده انا معاك، هيجاوب كل الاسئله. كلمونا على 01000 960 393، وكمان تقدروا تبعتوا اي اسئله او تعليقات على صفحه ادم، اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. استنوا برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري مصطفى خاطر. اسمعوا كل أخباري وآخر أعمالي على راديو البوابة. محمد علي. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، لسه معاكم أكيد أكرم المصري، واكيد برضو مهندس الصوت محمد الكاشف، ولسه منورني ومشرفني اكيد الاعلامي الاستاذ محمد صادق. ميرسي يا اكرم، تسلم. طيب نعرف الناس، يعني انا قلت في البدايه ان حضرتك بتدرس اعلام، فنعرف الناس تفاصيل اكتر. بص يا اكرم، الموضوع انا مش واخده بالشكل الاكاديمي قد ما باخده بفكره ازاي اللي حابب يخش مجال الاعلام يخش بالشكل الحرفي، ازاي يتعلم بجد. الاعلام مشكلته انه هو مش كتاب. الاعلام صح. مشكلته مش انك انت هتدرس فهتبقى مذيع او هتدرس فهتبقى مخرج، لا، القصة اكبر من كده بكتير. انا بشبه الاعلام بالظبط او المخرج المحترف او المذيع المحترف بلعيب الكورة. انت ما بتجيش تقول للعيب كورة انت هتلعب ازاي، انت ممكن تنمي له مهاراته.
اللي احنا بنعمله او اللي انا بحاول اقدمه او باللي اعمله او اللي انا طبقته كمان بره مع طلبه اجانب، ان انا كنت بشتغل معاهم بنفس الطريقه دي او بنفس التكنيكال ده. ازاي انا انمي لك الحته اللي عندك، انما انت ما بتخلقش من حد من هو ملوش علاقه بالاعلام او ما يعرفش يعني ايه برودكاستنج مذيع، فانت هو بيبقى عندك البذره، انت بتحاول تنمي له البذره دي. فانا بشتغل بالشكل التكنيكال قوي، ازاي بتتدرب كتير، ازاي بتتكلم كتير، ازاي نعرف نلبس. يعني احنا مش جزئيتنا، بس بنحاول نعرف الناس المذيع ده هيلبس ايه والمذيعه دي هتلبس ايه. وما ينفعش مثلا مذيع نشره يلبس حاجه معينه، ما ينفعش مذيع برنامج توك شو، اكيد بتختلف طريقه اللبس، بتختلف طريقه الكلام، بس في الاول وفي الاخر بنقول لهم حاجه واحده بس: خليك شبه الناس. طول ما انت شبه الناس انت في الورم زون او المنطقه الدافيه، فهتقدر توصل للناس. لو تعاليت بطريقتك، باسلوبك، بلبسك، بشكلك، هتبعد وهتاخد ما بينهم وما بينك جاب كبيره، فمش هتقدر توصل لقلبهم. بس طيب في ناس بتبقى دارسه اعلام وكل حاجه، بس ما عندهمش الموهبه، ما عندهمش الحضور، فده بتعالجها ازاي او بتقول لهم ايه؟ هقول لك، لان دول موجودين كتير جدا. هقول لك، واحنا بنكلم الطلبه بنقول لهم على حاجه حلوه قوي. بنقول ان الاساس في الاعلام الموهبه دي بتمثل 80%، وحته الابيرنس بقى او الاتيتيود بتاعك، الحضور بتاعك ده بيجي ازاي. فكرته كلها برضو ان احنا بنحاول نقسمه لجزئين. الجزء الاولاني بنقسم النسبة دي للناس واحنا بندربهم لجزئين. الجزء الاولاني بقول له ان ده بيعتمد على حاجة جالك من عند ربنا، دي مش بتاعتي، ما اقدرش اعمل لك فيها الموهبة دي حاجة انك ممكن تقعد قدام حد فيتقبلك، وممكن محدش متقبلك، دي قصة تانية. طب لو حد تقبلني ولو حد سوري مش متقبلني، فانا بعمل ايه؟ باجي اقول له هنلبس زي الناس اللي بتلبس في الشارع، هنحاول نتكلم زي الناس اللي بتتكلم في الشارع، ما نبالغش لا في الكلام ولا في الاسلوب ولا في الطريقه ولا استخدام اللغه الانجليزيه. دي بقى بنقعد دي تفضيلات كتيره قوي. في نفس الوقت بنحاول نقول له لما بنختار موضوع بنحاول نختار موضوع قريب من قلب الناس، حتى لو انا الناس مش متقبلاني كمذيع، ولكن ممكن تتقبل الكونتنت، المحتوى اللي انا ممكن هتكلم مع الناس فيه. يعني الحاجات اللي بتلمس قلوب الناس بسرعه، الحاجات العاطفيه، الحاجات الدافيه الحنينه، دي بتوصل لقلوب الناس، فبالتالي انا بكسر حاجز بينك وبين الناس. ممكن بعد شويه القبول بتاعك اللي ما كانش موجود يتحول. احنا بناخدها مرحله مرحله. يعني احنا في الورش ما بتمشيش كده، لا احنا بنشتغل كل يعني كل ليكتشرز على بنلعب على نقطه واحده بس، هنلبس النهارده ازاي، فنبتدي نشوف شكل اللبس وطريقه اللبس، وبنسيبه الاول يختار راندم كده هيلبس وهيختار شكله عامل ازاي. وبنعمل لهم كمان حركه لطيفه قوي، ان انا بجيبه باول يوم كده زي ما بيقولوا بعبلك، بيقف قدامي قدام الكاميرا وبتكلم كمذيع. يعني انت داخل النهارده بتتكلم كمذيع، فانت اوريدي كمذيع بلبسك بطريقتك بشكلك، وباخد الماتيريال ده بحتفظ عندي بيه، وبنبتدي نعمل له زي شيء من التحليل. فابتدي اقول ان في بالنسبه لمخارج الالفاظ عندي في مشكله في كذا، او ما عنديش الفاظه كويسه، نظره العين للكاميرا زايغه ولا ثابته، بيتكلم مع الكاميرا ولا بيتكلم للكاميرا، الفرق بين الاثنين كارثي، فبنحاول نشتغل عليها. ببتدي احط المشاكل كلها بتاعته، ببتدي بعد تاني محاضره اقول له انت كان عندك بعض المشاكل في 1 2 3، وبنبتدي بقى المحاضره اللي بعدها اشتغل معاه على عيب لغايه بعد اخر مره. انا بأفاجأ في الورش بناس ممكن تكون جايه صفر، وفجأة انا بتخض من مستواها في اخر المحاضرات بمنتهى الامانه. ده في حاجه مكان معين او مؤسسه معينه حضرتك بتدرس مش هنقول على اسمها عشان بس هو احنا بندرس في اكتر من مكان. بس في حاجه اسمها ورشه صادق، دي الحمد لله عندي يعني مجموعه كبيره بدرس فيها بشكل بقى تكنيكال. اجي انا فيها بقى. انت استاذ خلاص يعني انت استاذ حبيبي. طيب بتلاقي ناس اكيد مش دارسين اعلام بس موهوبه، وممكن الموهبه دي في صوتهم، في ادائهم، في الكاريزما، يعني انت ممكن بيبقى التعامل مختلف. ممكن لما بتيجي تحضر، يعني لما بنروح نحضر تستات كاميرات كتقييم لبعض المذيعين اللي بيتقدموا في محطات فضائيه او حاجه، او لما بيجوا لنا الطلبه عندنا، انت ممكن تتخض من ناس داخلك
فعلا فعلا منتهى الاحتراف، منتهى الحرفيه، عارفه هي بتتكلم ازاي، بتقف قدام الكاميرا ازاي، كما لو انها مولوده في استوديو بتسجل طول عمرها. فاحنا بنتخض من النوعيه اللي زي دي، ما بتتعبش معاها يعني، انت بس بتديها شويه خلاص. تاتشات انها تخلي الشكل العام اجمل. صح. طيب حابين نعرف من حضرتك محمد صادق بقاله قد ايه في المجال الاعلامي؟ بص يا اكرم، انا قصتي طويله شويه، انا نسمعها. طيب بص، انا اشتغلت في اكتر من حاجه. اشتغلت في حاجه اسمها لارج تكسبير سنتر، ودوت اكبر حاجه في مصر ليها علاقه اللي بتعمل الموازنه العامه للدوله. ودي كانت حاجه يعني حاجه شغلانه محترمه يعني كده، موظف حكومه بس حاجه تبع البنك الدولي، فحاجه كانت ليها قيمه كبيره قوي. بعدين اشتغلت 5 سنين سياحه، وتخليت عن الجهه الحكوميه ديت او الوظيفه الحكوميه. وبعد الشغل بتاع السياحه سافرت بره لظروف شغل برضو. وانا طول عمري حابب المجال يعني، اكيد كل الناس اللي عندها حلم المذيع طبعا بتلاقيه كانوا هو في المدرسة لازم هو اللي بيروح يعمل إذاعة. لازم يعني او ان هو كان في الجامعة ليه نشاطات او احنا كمان يعني. لما انت بتقول لي بالنسبة لفكرة الطلبة، كنا بنقول لهم كلمة حلوة قوي قبل ما تخش المجال، وقبل ما تروح اي حتة تدرس فيها كورسز تخص الميديا. كنا بنقول لهم كلمة: اعمل اختبار لنفسك قبل ما تيجي. الاختبار ده عبارة عن ايه؟ انت في محيط عيلتك حد وجوده مؤثر ولا لا؟ انت في محيط الشلة بتاعت الجامعة بتاعت الشارع حد مؤثر ولا لا؟ لما هتبقى واقف، لما تبقوا طالعين رايحين خروجه، في بعض الخروجات بتفشل عشان في واحد مش موجود، يقول لك خلاص بقى، خلاص كسلنا النهارده. اذا انت الحد ده، فتأكد انك على الشاشة حد محترف. دي الجزئيه. اكمل لك بقى الجزئيه الثانيه لما بره فكره ان انا عايز اكمل في المجال. ما اكدبش عليك، انا واحد اللي استفاد بشكل غير مباشر من ثوره يناير. قبل ثوره يناير كان المجال الاعلامي صعب جدا. يمكن كانت القنوات معدوده ومحدوده قوي قوي في الوقت ده، كانت يمكن دريم، المحور، قنوات قليله. وكان ما قدامكش غير ماسبيرو، وطبعا كانت صعب جدا جدا دخول المجال الاعلامي. يمكن بعد الثوره، ويمكن كانت تجربه او فكره برنامج الزنزانه كانت من اهم الافكار اللي مسيطره عليها، ولا زالت مسيطره. عشان هقول لك على مفاجاه حلوه دلوقتي بنجهز لها. ان انا اعمل فكره الزنزانه. وتعرفت هناك في مبنى البي بي سي في لندن على احد الشخصيات العربيه، وكان عنده بروتكشن هاوس في الامارات، وتحمس جدا ان انا مذيع جديد وينتج لي برنامج كبير زي برنامج الزنزانة. والحمد لله يمكن البرنامج دوت من اهم الحاجات اللي انا يمكن عملتها في حياتي، يمكن ما اعملهاش كمان، حتى لان انا كنت مؤمن جدا بالفكرة، كنت مؤمن جدا بالموضوع، كنت حابب القصة فوق ما على حد يتخيل، كنت بعمل كل حاجة بايدي. سجلت مع 90 شخصية، سجلت مع مصر كلها، سجلت مع يعني الأبنودي، سجلت مع نجم، مع مرتضى منصور، مع وائل الإبراشي، فتحية العسال، مصطفى بكري نوال. سجلت تقريبا مع النخبة اللي اللي بيقال إنها النخبة المثقفة في مصر، سجلت تقريبا معهم كلهم. قعدت في أون تي في 2 سنين، وبعدين الموضوع كان برضو شكله حلو ومسمع مع الناس قوي، فروحنا كملنا في دريم سنة. وبعديها كملنا حاجة اسمها زنزانة 21 دي، ودي كانت مجموعة حلقات منفصلة بتخص تجربة زنزانة عبد الرحمن الأبنودي، لأنها كانت تجربة سرية وتجربة مهمة جدا وإنسانية وعميقة قوي. فزعناها في أكتر من حوالي 4 أو 5 محطات في 2015 وفي 2016. تمام. يعني انت توجهك لمجال الاعلام، انت من البدايه ممكن تكون اشتغلت في مجالات اخرى، ولكن كان حبك للاعلام موجود. بس ما كنتش لاقي الفرصه انك ممكن تكمل او تشتغل. بس لحد ما لقيت الفرصه لحد ما لقيت الفرصه ومسكت بيها والحمد لله الواحد بيحقق يمكن نجاحات مش هنقول سريعه، بس الحمد لله يعني الحمد لله كل برنامج انا عملته اذا كان حد في الشارع بيكلمك، اذا كان حد ناقد او حد بيكتب في حقك كلمتين حلوين في جورنال، فالحمد لله ما حدش يعني لغايه دلوقتي ما حدش قال في حقي حاجه وحشه. ربنا يستر بقى الفتره الجايه. هل محمد صادق ممكن يفكر ان هو يسيب مجال الاعلام لو لقى مثلا في مكان كويس، بوزيشن في شركه كبيره، او فلوس اكبر او حاجه،
هل ممكن يسيب مشروع او اي هقول حاجه؟ لك يا اكرم، بص الدايره المحيطه بيا او دايره صحابي او الشله اللي اتربينا وسط بعض يعني واحنا صغيرين، هم عارفين قد ايه يعني مدى تعلقي بالمجال. فكره الماديات يمكن انا ضحيت بمجالين فيهم الماديات اعلى كتير جدا 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 من المجال الاعلامي، بس يمكن انا ضحيت بدوت لان انا لاقي نفسي في الجزئيه ديت. ودي يمكن يعني لو اي حد بيسمعنا نصيحه، اوعى تجبر ابنك او بنتك على دراسه معينه، اوعى تجبر ابنك او بنتك على شغلانه معينه. لو هيشتغل شغلانه هو حاببها ومادياتها اقل، تاكد ان نفسيته هتبقى احلى، صح. هيعيش مبسوط، لان احنا في الاول وفي الاخر مش هنعيش مرتين. دي حقيقه، لان احنا في مصر في شباب كتير قوي بيشتغل في مجالات هو مش حاببها وهو مجبر عليها عشان المسؤوليه، وانا لازم اجيب فلوس عشان اكون نفسي والكلام ده كله. ولكن انا شخصيا برضو جربت نفس التجربه، ان انا اشتغلت كذا حاجه بره المجال، بس انا يعني كنت باخد فلوس كويسه وكل حاجه، مش مبسوط يا جماعه. انا كنت بنزل الشغل اللي مش مبسوط، لكن انا هنا حتى لو هاخد نص الفلوس اللي باخدها، بس انت بتعمل حاجه انت بتحبها وهي المهنه مهنه فرحان يعني ما تقدرش تستغنى عنها، مش هتقدر تستغنى عنها. صح. طيب احنا لسه في اسئله كتير هنسالها للاستاذ محمد صادق، ويعني في حاجات بقى هنخش في الحاجات الاصعب شويه. الاستاذ بس ما تكبرنيش يعني انت استاذ انا مش كبير. لا طبعا يعني حضرتك كبير مقاما وليس سنا طبعا. اكيد. طيب لكل الناس اللي حابه تشاركنا، ابعتوا الاسئله على صفحه ادم او البرنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي، ولكل الناس اللي حابه تكلمنا برضو وتسال الاستاذ محمد اي سؤال وهو بيجاوب يعني علينا على كل الاسئله، وما يعني ما تكسفوش من حاجه. هو قال كل حاجه وبرضو من ضمن السؤال، برضو نرجع السؤال ده عشان يعني انا افتكرت دلوقتي ما قلتليش كام سنه في المجال الاعلامي. كام سنه؟ مش كتير. شوف انا فاكر. لا برافو عليك، انا نسيت. شهر 5/2012 دي كانت البدايه اون تي في. دي كانت بدايه دي البدايه الفعليه. دي البدايه الفعليه، انما قبليها قبليها 2000 من نص اخر 2011 عملت برنامجين في اليمن، وكانوا من اهم البرامج اللي انا عملتهم، لانهم كانوا حلوين جدا، واتكرمت هناك من شخصيات مهمه جدا، مفيش داعي لذكر اسمها بقى دلوقتي يعني، بس اتكرمت من شخصيات مهمه جدا، لاني كنت عملت حاجتين مهمين جدا. عملت انا واعلاميه زميلتي العزيزه اسماء راجح، هي اعلاميه متميزه جدا، كانت برنامج في قناه الغد العربي، وهي اعلاميه هناك مشهوره جدا 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 في اليمن. كنا بنعمل التوك شو سوا انا وهي، وكنا بنعمل حاجه اسمها برنامج اسمه المؤشر، وكنا بناخد اهم المؤشرات سياسيا واقتصاديا ورياضيا وفنيا وسياسيا، كل حاجه تخص اليمن والمنطقه العربيه ومصر. كان برنامج حلو قوي. وكنت عملت بقى انا حاجه كده منفصله كان اسمها قبل الفطار، وكانت بتتذاع قبل الفطار في رمضان بنص ساعه، قبل قرآن المغرب بنص ساعه. وكانت حاجه كده سبحان الله يعني اتعملت في قعده واحنا قاعدين بندردش، كنت بجهز لحاجه، طب ما رمضان داخل ما تعمل حاجه. سجلناها في حوالي 4-5 ايام، وكان الامباكت بتاعها حلو جدا جدا، وكان الجمهور يمكن اليمن كمان لانها مجتمع يعني مقفول قوي، فهم عندهم 3 قنوات ما بيتفرجوش غير على ال3 قنوات بتوعهم، فعلا ده حقيقه. فكانت متشافه أكتر. فكنت انت متشاف تقريبا، الشعب اليمني كله كان بيتفرج عليك قبل اذان المغرب وقبل القرآن، فمن البرامج اللي كانت مهمه وحلوه قوي في حياتي. تمام. طيب احنا هنكمل كلامنا، ولكن معانا تليفون عشان ما نخليش الناس تستنى كتير. معانا الأستاذة لمياء، مساء الفل. مساء الخير يا فندم. أهلا بيكي. أستاذ أكرم، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة أكيد بمناسبة السنة الجديدة. كل سنة وحضرتك طيب، وكل المستمعين طيبين وبخير، ويا رب سنة 2018 تبقى سنة سعيدة على مصر وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم جميعا يا رب. يا رب، اللهم آمين. معانا الأستاذ محمد صادق، تحبي تسأليه إيه؟ طبعا أحب أسأله، بس أنا أحب أسأل حضرتك سؤال الأول، ممكن؟ اتفضلي. طبعا. طبعا احنا البرنامج الجميل بتاعنا للرجال فقط، ممكن تبقى المداخله لامراه ولا لازم يبقى رجال؟ لا عادي المداخله. هو احنا يا استاذه لمياء، احنا بس انا فكره البرنامج لما جيت اعملها ان ينفع اي حد يخش، بس هو مهتم اكتر بالرجل، يعني يبقى لينا برنامج يبقى الضيوف رجاله، الاغاني رجاله، ولكن انتوا طبعا انا
بقولها كل مره، انا بحترم المراه جدا. يعني اذا احنا بقينا رجاله فاحنا بقينا رجاله عشان بسبب امهاتنا، هم اللي خلونا رجاله بس. فاكيد بحترم كل الناس. اولا البرنامج رائع جدا جدا وبالتوفيق، وان شاء الله سنه 2018 تبقى سنه سعيده على حضرتك، والبرنامج فعلا متميز ومختلف. ربنا يخليك. ضيوفك مختلفين جدا جدا وشغل حضرتك رائع، وليا الشرف ان انا بشارك بالمداخله دي مع حضرتك. بسلم على استاذنا الدكتور محمد صادق. تسلم يا لميا. المختلف. تسلمي. اذن حضرتك يا فندم. الحمد لله يا لميا، انت عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. انت عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. الاعلامي المختلف اللي دايما بيثير الاراء حوله دائما حول اختيار برامجه. تسلمي. في اي سؤال يا استاذه لمياء؟ طبعا براحتك خالص، سألي اللي انت عايزاه. ليه الاسماء المختلفه دي يا دكتور؟ ليه علامة ابتسام، زنزانة. هقول لك ليه. لان جزء كبير من نجاح اي برنامج هو الاسم. صح. اذا انت اخترت اسم يشد الناس زي منشط كده. زي منشط، زي بتختار المنشط الصحفي عشان القارئ يقدر يقرا، فانت بالنسبه لك مهم جدا اسم البرنامج عشان ويبقى اسم من الاسماء الدارجه اللي هي الناس بتقولها على طول، فبالتالي تبقى تقدر تحفظها وتستوعبها وترددها كتير. ده بيبقى هدف من ضمن اهداف البرنامج. طيب حضرتك قابلت شخصيات عامة كتير جدا من خلال علامة الاستفهام أو الزنزانة، مين الشخصية العامة اللي حضرتك لسه نفس حضرتك تقابلها أو تتحاور معاها؟ هو ده كان من ضمن الأسئلة، فلمياء يعني تحمست دور المذيع. هقول لك يا لمياء مين سوري يا أستاذ أكرم. لا طبعا، ده مداخلتك تشرفني أكيد. هقول لك مين. هي شخصية، بصي تقريبا كلهم هم يعني على قدر كبير من الثقافة والوعي والاحترام والتقدير، بس أنا نفسي النهاردة أقابل مين؟ أقابل مرتضى منصور تاني عشان أقدر أعمل معاه حوار أكثر جرأة وأكثر سخونة وأكثر تحكم في أدواتي. يمكن أنا لما قابلته أشاد بيا الأستاذ مفيد فوزي إن أنا عملت معاه حوار كبير قوي، وأشاد بيا إعلاميين كتير، لأن مرتضى منصور عمره ما بكى في برنامج مع حد، يمكن أنا الوحيد اللي بكى معاه. فأتمنى إن أنا أقابله تاني وأقدر أعمل معاه حوار يكون أقوى وأكثر سخونة وأكثر انضباطا يعني. في أي حاجة تاني؟ اتفضلي طبعا. البرامج بتاعت حضرتك مختلفة، يعني مفيش أمل لحضرتك تخرج بره الدايرة دي؟ يكون برنامج أخف شوية؟ بصي هقول لك على حاجة. هو البرامج اللي حتى لما احنا قدمنا الزنزانة، بالرغم انها كان برنامج فيه التعذيب، كان فيه الشق الإنساني أو الشق الدرامي. احنا بنحاول ناخد الحاجة الإنسانية اللي ممكن تلمس قلوب الناس. حتى لو البرنامج كنا بنتكلم في السياسة، هتلاقي فجأة باخد الضيف لمنطقة مختلفة خالص، منطقة فيها الحنين وفيها الأم والأب والدراما. بس انت في أحيانا بيتفرض عليكي ظروف كتير، يعني ظروف إنتاجية، ظروف اختيار ضيوف عشان تضمني ان القناة تقدر تجيب سبونسر. خلينا برضو نتكلم ان احنا بنتكلم في سوق، يعني مهما كان في ضوابط برضو ومعايير تانية بتحكمنا غير المعايير المثالية اللي احنا نفسنا نحققها. مش كل اللي احنا حابين هنعمله هنقدر نعمله، يمكن نعمله بعد فترة معينة لما نكون وصلنا لمرحلة بقى من الجماهيرية الكبيرة والثقل الكبير، فنقدر نقدم اي حاجة للناس، الناس هتستوعبها مننا. ولكن احنا مجبرين في الوقت الحالي ان احنا بنقدم حاجات بتتفق مع مبادئنا، وفي نفس الوقت تكون حاجات مهمة. يعني أنا أعتقد إذا كان الزنزانة، إذا كان علامة استفهام، إذا كان مطب صناعي، جورنال بلاد بره، البرامج اللي أنا قدمتها تقريبا الحمد لله كل برنامج أنا قدمته حتى لو كان بيتكلم في سياسة بحتة كان بيبقى الواحد بيبقى خايف على البلد، مركز أو في كل كلمة بيقولها. لو بيكشف حد بيحاول يأذي بلده. فأعتقد إن إحنا في مرحلة يمكن مرحلة صعبة قوي قوي قوي. إحنا كجيل، الجيل بتاعنا جيل اتظلم لأن بيعيش معاناة ولسه قدامه شوية عشان نقدر نتخلص من الاضطراب النفسي والذهني والحاجات التشوهات اللي يمكن حصلت لنا من بعد ثورة يناير لغاية دلوقتي. احنا لغاية النهاردة يمكن مش مستقرين، فيمكن الفترة الجاية ان شاء الله الامور تكون اكثر استقرارا ونقدر نحقق حاجات تكون افضل من كده بكتير يا رب بإذن الله. ان شاء الله. انا سعيدة جدا على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. اشكركم جدا. بنشكرك جدا استاذة لمياء على كلامك وعلى رأيك، اكيد حاجة تشرفنا وتبسطنا، وعلى المداخلة الجميلة دي. وتابعينا بقى يعني، كملي معانا البرنامج. بنشكرك جدا. شكرا حضرتك جدا. مع الف سلامة.
طيب احنا لسه هنكمل اسئلتنا، يعني الاستاذه لمياء سالت كم سؤال برضه كويسين. لكل الناس اللي حابب يشارك معانا ابعتوا الاسئله على صفحه ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط بالعربي. هنروح نسمع اغنيه فضل شاكر يا كاشف ولا هنسمع ايه؟ هنسمع اغنيه فضل شاكر، يعني انا شخصيا بهديها للاستاذ محمد عشان يحب فضل شاكر. نروح نسمعها ونرجع نكمل مع الاعلامي الجميل الاستاذ محمد صادق. ميرسي. لما امتلكت الأرض وفتحت صدر الفضاء، وقعت نجوم السما، لم لانتهالك عقد، تاه الظلام في ضياء. يا 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 استنوا كل أخباري في برنامج صباحك أحلى في البوابة نيوز. محمود جمعة. تابعوا برنامج آدم أول برنامج للرجال فقط مع أكرم المصري. أول برنامج للرجال فقط مع أكرم المصري. دكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه منورنا الإعلامي والشخصية الجميلة أكيد الأستاذ محمد صادق، ولسه بنتكلم عن الإعلام ويعني كل ما يخص الإعلام أكيد. ميرسي أكرم. طيب إيه رأي حضرتك في يعني فيما بقى يقدمه الإعلام الفترة الأخيرة، خصوصا انه تعرض لنقد كبير جدا سواء في 2017 2016، يعني الاعلام من بعد الثوره. تمام. يعني خلينا نلخص كل حاجه، الاعلام من بعد الثوره اصبح يعني اعلام يعني ما نقدرش نطلق عليه اعلام قوي. يعني حضرتك قول لي رايك. بعد الحرب بعد 73 كان في حاجه اسمها مرحله الانفتاح. مرحلة الانفتاح ديت اللي هو كنت تسأل أي حد في الشارع في مصر في أوائل الثمانينات وحضرتك بتشتغل إيه، فكان يقول لك رجل أعمال. أي حد في مصر كان رجل أعمال. للأسف بينطبق علينا دلوقتي نفس الاسم، فأي حد دلوقتي أنت بتشتغل إيه فبيقول لك إعلامي. إعلامي دوت عشان طلع ضيف مرة في قناة، إعلامي عشان كتب مقال في موقع إلكتروني، إعلامي عشان لو معاه فلوس راح اشترى هوا في قناة. فللأسف أنا بقول إن الإعلاميين في مصر يتعدوا على صوابع اليد وبصعوبة جدا جدا جدا. الإعلامي يتقال عليه إعلامي محمود سلطان، طارق حبيب، في كده رموز حلوة قوي للمهنة ديت. أما بخلاف كده ما تجيش تقول لي إن واحد معاه شوية فلوس ملوش علاقة بالمهنة ولا يعرف عنها حاجة ويطلع قاعد على شاشة ويبتدي ينظر ويبتدي يتكلم في السياسة ويبتدي يعني يقول ألفاظ الواحد يستحي ان يسمعها في الشارع بالظبط بيقولها على شاشة. فأعتقد ان انت في مشهد ضبابي، ولكن بعد شوية هتلاقي في فلترة جامدة قوي، لان الشارع او المجتمع او الذوق العام للمصريين مش هيقبل بده، ولا المرحلة الجاية هتقبل بوجود الشخصيات دي، ولكن هي شخصيات مرحلية يعني هتظهر على السطح ولكن يعني هتنزل للقاع مرة تانية. يعني ده وجهة نظري يعني. بس يعني انا شايف يا استاذ محمد برضو الفترة الأخيرة ان الموضوع بقى بيزيد،
وبرضو مع احترامي الشديد للفنانين وشخصهم وما يقدموه من فن، ويعني فوق دماغنا أكيد، ولكن لما تيجوا لمنطقة الإعلام واستخدام الألفاظ والطريقة، يعني بحس إن الفنانين دلوقتي بقى بيتقال عليهم إعلاميين برضو. هرجع أكلمك برضو على الموضوع ده. هرجع أكلمك على نفس المرحلة اللي هي مرحلة ايه؟ مرحلة الانفتاح. بعد المرحلة ديت ظهر لك افلام في السينما المصرية، افلام الثمانينات كانت افلام مش كلها ولكن نسبة كبيرة جدا من الافلام دي كان بيقال عليها افلام المقاولات. والافلام اللي هي القوية اللي عاشت في ذاكرة السينما المصرية في الفترة ديت كانت حاجات معدودة وقليلة قوي. هتقارن ده باللي بيحصل دلوقتي، هقول لك دلوقتي في مرحله بعرف بعد الثورات بعد الحروب بيبقى فيه زي اللي خارج من اوضه ضلمه ومضروب بشومه على دماغه فبيخبط. احنا في مرحله التخبيط ده هيظهر لك يعني كائنات اعلاميه ملهاش علاقه بالاعلام. فكره ان الفنانين يبقوا اعلاميين هقول لك مع الاحترام للجميع طبعا، بس هو في مشكله ان دلوقتي صاحب القناه بيفكر في كوست اند بنفيت اناليسيس. يعني انا هدفع جنيه عايز قدام الجنيه 10 جنيه، فبالتالي انا ببقى ايه بطمن نفسي او عايزه في وقت قريب كمان. فلما انا بجيب نجم كبير فبضمن ان انا هجيب معلن عليه فهضمن دخل كويس. ولكن يعني انا بقول ان في بعض الشخصيات الاعلاميه اللي هي ممكن تكون شباب صغير ظهرت في الفترات اللي فاتت، اعتقد ان ممكن خلال 2 3 4 هيبقوا هم نجوم صف اول وهيكونوا اكثر حرفيه واكثر مهنيه من اللي موجود دلوقتي. طيب احنا لسه هنتكلم في نقطة الإعلامي ولقب الإعلامي يطلق على مين، ولكن معانا على التليفون الأستاذ حاتم النجار، يعني صاحب برنامج بقى. يا أستاذ حاتم مساء الفل. مساء الخيرات ومساء الكرم كله أكرم. ربنا يخليك. النهارده الحلقة عايز أقول لك ممتعة، أنا بستمتع. دي حاجة تبسطنا أكيد. الأستاذ محمد صادق. تسلم يا حاتم وميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. تسلم يا حاتم. يا رب يخليك يا أستاذنا. أستاذنا أنا من كثر متعة اللقاء عايز أسألك بتاع 40 سؤال ورا بعض. لا تحت أمرك يا أستاذ. أنا معاك يا حاتم، أنا معاك. يا رب يخليك يا أستاذ محمد. أنا مذيع أونلاين، أنا مذيع إنترنت. تمام. وفي المهنة أو في العمل الإعلامي ده إنجاز بجد قول إن العمل المذيع الإنترنت بيعمل عمل إعلامي. تمام. ولكن أنا بقالي في المجال ده يا أستاذنا 5 سنين. تمام. 5 سنين بعاني من مشكلتين. في رأي بيقول يا حاتم اطلع من عباية البرنامج بتاعك. انا بقالي 5 سنين على فكرة يا أستاذ محمد بتكلم في نفس فكرة البرنامج وما بشبعش. يعني لو قلت لي كمان نتكلم مع حاتم 10 سنين قدام هتكلم 10 سنين قدام في نفس الفكرة دي. انا مدمنها. تمام. انا عايش فيها. وفي رأي اخر بيقول لك يا حاتم كمل في المجال او كمل في البرنامج بتاعك في نفس الفكرة بتاعتك. هقول لك يا حاتم. هقول لك. ايوه هحكي لك حكايه كده 30 ثانيه صغيرين قوي. لما جيت اعمل برنامج الزنزانه كان معايا فريق عمل كده فقاعدين بنتكلم انت ناوي تعمل ايه؟ فبقول لهم هعمل حاجه اسمها الزنزانه. طب دي عباره عن ايه؟ قلت لهم 1 2 3. من ضمنهم كانت رئيسه التحرير البرنامج بتاعتي وهي شغاله دلوقتي في تلفزيون ابو ظبي. فقالت لي لا ده برنامج مش هينجح، دي حاجه صعبه والناس مش هتتقبلها لا 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 تعال نشوف فكره غيرها نبتدي نشتغل عليها. ما تسمعش للاصوات اللي حواليك، هتصدق نفسك الناس هتصدقك. صح. حابب فكرتك، على فكره انت ممكن الناس تقول لك فكره جميله جدا 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 وتبقى اقوى من فكرتك، بس طول ما انت مش حاسسها مش هتعرف تأديها ومش تنجح فيها. اهم خطوه في خطوات النجاح امن بنفسك عشان الناس تامن بيك. طيب استاذنا برضه في مشكله ثانيه. اتفضل. يعني انا النهارده اعمل اللي الجمهور عايزه ولا انا اللي عايز الجمهور؟ يعني انا اللي محدد جمهوري ولا انا اعمل اللي الجمهور عايزه؟ يعني انا في الموضوع ده. بص يا حضرتك حضرتك فاهم قصدي ايه؟ هقول لك الموضوع باختصار قوي ان الجمهور بيبقى عايز الحاجه اللي يحسها اللي يحبها اللي يحترمها. لو انت المحتوى بتاعك بيحقق ال3 نقط دول اعمل اللي انت عايزه.
وهيوصلك للجمهور. ما تقولش الجمهور محتاج ايه، اصل الجمهور دلوقتي محتاج حاجات فيها مزيكا ومهرجانات. لا، الشباب على فكرة زي ما بيسمع المهرجانات لسه في شباب كتير جدا بتسمع ام كلثوم وبتسمع هاني شاكر وعلي الحجار، ولو رحت ساقية الصاوي ولا رحت حفلات عمر خيرت في الأوبرا هتلاقي 99.9 شباب، وشباب سنها صغير جدا، بس بتقدم لهم فن راقي. قدم المحتوى اللي انت تحس ان هو محتوى راقي وهتلاقي جمهورك عندك. سؤال اخير والله يا استاذ محمد، خالص تحت امرك. الله يخليك. حضرتك في لحظه ابداع كده للمذيع، يعني المذيع سواء راديو او تلفزيون، في لحظه بتبقى لحظه زي وميد الابداع. تمام. اللحظه دي انا بحس بيها انا كحاتم مثلا، لو انا افترضت ان انا المبدع، امتى احس بيها؟ لو حسيت بيها ازاي احافظ عليها؟ ازاي تحافظ عليها؟ بص يا حاتم، هقول لك على حاجة، هرجعك لنفس الإجابة اللي قلتها لك من ثواني. إيمانك بالموضوع هو اللي بيوصلك للمرحلة ديت. كل ما تؤمن بالشيء اللي انت بتقدمه كل ما هتبدع فيه، كل ما هتبقى مختلف عن اللي حواليك. إنما ما فيش عندنا حد بيجيله لحظة إلهام فبيمسك فيها بإيده واسنانه، لا، هي ما بتتعملش كده. قد ما هي إنك انت كل ما تكون حابب فكرة معينة ومؤمن بيها جدا، الوحي هيجيلك بالبلدي. يعني كل ما هتؤمن بيها الناس هتآمن بيك. اهم حاجه تمسك بحلمك، يعني صح. تمسك بحلمك وما تتنازلش وما تحبطش، وصر على انك تكمل في مجالك، لان اكيد وليس للانسان الا ما سعى. فانت اسعى، لان في وقت من الاوقات هتلاقي ربنا حقق لك، لان ربنا ما يضيعش اجر حد او عمل حد، يعني لازم هتلاقي اجرك بعد كل عمل انت عملته. يا رب يخليك يا استاذ، معلش طولت عليك المكالمه. بالعكس حاتم، ضروري جدا الاسئله دول بالنسبه لي انا كحاتم. يعني انت اكيد شرفتنا يا استاذ حاتم بمكالمتك دي، واكيد رايك دايما بيبسطني. انت صاحب برنامج زي ما انا قلت، يعني من الناس الرائعه في البرنامج، بيبسطني اكيد. الله يخليك يا اكرم، الله يخليك يا اكرم، ولقاء ممتع ان شاء الله، او اكثر امتعا كمان، ودايما علم النجاح اكتر. ربنا يوفقك يا حاتم يا رب في اللي جاي ان شاء الله. شكرا ليك جدا. ربنا يوفقك. اشكرك يا استاذ محمد. ربنا يوفقك. الف سلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. يعني كل الناس بتحب تسألك اهو اسئله مباشره. حاسس ان انا اسامه منير النهارده. يعني في تخصصك طبعا في مجال الاعلام، والناس اكيد مجال الاعلام ده ليه فروع كتير جدا، وناس كتير قوي بتكون حابه تفهم المجال، لان انا بلاقي في ناس بتكون حابه يعني تعمل حاجه في المجال، بس مشكلة الناس اللي في المجال ده، الناس الكبيرة طبعا وليهم خبرة وكل حاجة، ان هو لما حد بيطلب منهم اي مساعدة ممكن حد يعني يقول له رد ناشف قوي، يقول له لا انت مش تنفع، لا ما عندكش موهبة، لا. فالناس بتتصدم فبتكره شوية المجال ويقول لك لا خلاص انا هبعد خالص. طيب انا هحكي لك حكاية صغيرة برضو بمناسبة الكلام دوت. كنت لسه راجع من لندن وجيت على مصر، فكان في لسه قناة كبيرة قوي بتفتح في مصر. فكنت وانا هناك مسجل زي كده حاجة صغيرة ليا حوالي مثلا 10 دقايق او حاجة، ورحت كان الاونر بتاع القناة اردني بدون داعي لذكر اسمه لان هو شخصية معروفة قوي في مصر يعني. فقابلت الراجل دوت، يعني هو حد محترم قوي، فبوري له الحاجة اللي انا مصورها، وقال لي طيب تحب تخش نعمل تيست كاميرا في الاستوديو ولا معاك شريل تفرجني عليه؟ فقلت له لا معايا الشريل مش هخش اعمل. بتكلم بقى بتناكة وثقة قوي، فبفتح له الموبايل بفرجه، فلقيت الراجل بيضحك، انا وشي بيحمر، فيكمل ويضحك، فانا وشي يحمر اكتر. فقلت له انت حضرتك بتضحك على ايه؟ فقال لي انت حاسس انك انت مذيع؟ قلت له حضرتك شايفني ايه؟ قال لي لا بصراحة يعني انا بنصحك يا ابني لوجه الله، انت زي ابني، اشوف لك حاجة غير كده. فوانا قاعد معاه، لو انا ارادتي ضعيفة صح، فانا قعدت معاه قلت له على فكرة انا هبقى مذيع وهبقى مذيع شاطر قوي. قال لي دليلك على كده؟ قلت له دليلي امي. فقال لي يعني ايه امك؟ قلت له امي بتقول انك اشطر واحد في مصر وانا هبقى اشطر واحد في مصر. خدنا الموضوع هزار وتهريج، وبقى صاحبي جدا يعني. خدت رقم تليفونه ورقم. قال لي عجبني فيك ثقتك، لو انت ثقتك اللي بتكلمني بيها ديت هي ثقتك على الشاشه، انت هتبقى فعلا اشطر واحد. فانت ممكن، عشان كده لما انا بنتكلم بره الكواليس بقول لك ايه، اي حد مؤمن بفكرته
اسعى وخبط على البيبان، انا رايح لجهة ما هقدم فيها وانا واثق 100% اني مش هتاخد، انا هروح. انا بقول لربنا انا بعمل اللي عليا، انا باخد خطواتي والباقي على ربنا، بس يكون عندي يقين ان الهدف جاي والحلم جاي وهتقدر تحقق دوت. فنقطة برضو ان انت اجتهد ويعني حافظ على حلمك وما تيأس، لان في شباب كتير قوي في مصر بيحصل لهم نقطة ان هو انا جربت مرة واتنين خلاص، والاحباط وعدم القدرة على الاستمرارية، وبعد شوية تلاقيه الفكرة بتتلاشى عنده. انا بيجي ناس متحمسين جدا 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 ونبتدي نشتغل مع بعض على افكار وعلى ورق، وبعد شوية تلاقي الحماس ابتدى يقل تدريجيا لغاية لما يتلاشوا من حياتك اساسا. يعني في ناس بشوفها بصراحة يعني ناس عادية جدا مش في المجال، بس عندهم صوت مميز ما شاء الله وعندهم حضور. فانا بقول لهم يا جماعه طب ليه؟ يعني انا شخصيا بكون متضايق ليهم ليه؟ فيقولوا لي لا احنا مش حابين، جربنا مره واثنين وثلاثه، لا انا هشتغل حاجه تجيب لي دخل وخلاص. يعني انا برضو شخصيا تعرضت لموقف ان اصحابي بقى يعني اللي هم زمايلي والمفروض يشجعوني، تمام، قالوا لي انت صوتك مش حلو يا اكرم ومزعج. فانا قلت لهم انا صوتي مزعج، وابتدوا يشككوني شويه اللي هو لا انت ما تنفعش مذيع راديو ولا حاجه، صوتك يعني مزعج جدا. فقلت يا جماعه خلاص، انا قلت بقى لاصحابي، فروحت لما عملت في حاجه تست صوت، فانا قلت يا رب انا هعتمد على ادائي. فرحت لقيت الناس اول حاجه ما فكروش في ادائي، قالوا لي انت صوتك مميز. فقلت لهم ده بجد، الناس ما يعرفونيش بقى. قلت لهم حضرتك يعني ده بجد يعني؟ قالت لي او انا هضحك عليك، ان صوتك مميز حلو يعني ممكن كمان تعمل لنا، قالت لي اعمل حاجه فويس اوفر واعمل لنا اعلانات. فابتدي قالت لي لا صوتك حلو. فابتديت بقى من هنا قلت لا انا مش هصدق اي حد يقول لي اي حاجه. صدق نفسك عشان تنجح، صدق نفسك عشان تنجح. طيب احنا هنكمل كلامنا، ولكن معانا على التليفون الاستاذه شيماء. مساء الفل. مساء النور يا فندم، تحياتي ليكم والبرنامج والضيف الكريم. ربنا يخليك يا رب. انا عاوزه اقول بس انه فعلا الاعلامي محمد صادق بيعرف كمان يختار نوعيه البرامج اللي بيظهر فيها، زي برنامج ادم، برنامج حضرتك. ربنا يخليك، ده شرف ليا. انا عاوزه اساله سؤال غريب شويه، بعيد خالص عن كل الناس اللي سالوا قبل كده. هو اقرب شويه لفكره الدراما والسينما يعني، فعاوزه اقول له لو اتعرض على حضرتك الظهور في عمل سينمائي مثلا لو كمذيع، حضرتك توافق ولا لا؟ بص، هي الموضوع ده اتعرض مرتين، بس انا مش حابب اخش المنطقه ديت دلوقتي. يمكن كان في، يمكن على حاجه انا ندمت عليها ان انا ما طلعتش فيها مذيع، لان المذيع اللي طلع كان شكله حلو وكان الموضوع امباكت حلو. بس انا في الفتره دي يمكن بعد شوية أطلع، بس هطلع برضو اللي هو محمد صادق اللي بيغطي فقرة أو مشكلة ما في دراما أو في مسلسل أو في فيلم. بس في الفترة اللي فاتت دي يمكن من سنتين أنا يعني يمكن كنا في قاعدة وكان حد مخرج معروف وكل حاجة واعتذرت، وحد تاني طبعا أكثر مني شهرة وجماهيرية، مش هنقول أسامي، لا مش هنقول أسامي. عمل الموضوع، فكانت يمكن زعلت شوية بعدها، بس كله نصيب الحمد لله. الحمد لله. طب يا فندم، لو الزمن رجع بحضرتك لورا، هو طبعا ده مستحيل، بس على اساس الخيال، حضرتك تحب تقدم برنامج ايه في الزمن اللي فات؟ وايه الشخصيه اللي ممكن تحب تستضيفها وتحاورها في الزمن مجال الفن برضه اللي فات القديم يعني احاول ولا قبل الثوره؟ عشان قبل الثوره ده زمن تاني. بصي هقول لك على حاجه شيماء، هو في حد انا اتعلمت على ايديه وهو كان حد قريب جدا لقلبي، وهو الدكتور محمود سلطان، الاعلامي رقم 1 في مسبيرو يعني، استاذنا كلنا. وطبعا كان نفسي الحق طارق حبيب، لان انا كنت على المستوى الشخصي بحبه جدا وكنت بتفرج عليه وانا صغير، فكان دول اهم 2 في حياتي كان نفسي فعلا اقابلهم. انا قابلت تقريبا الاساتذتي اللي موجودين دلوقتي، مفيد فوزي وحمد الكنيسي وامال فهمي والاستاذ البطار، دول انا قابلتهم كلهم. الاستاذ سلمى الشماع كانت بتختبرني في احد القنوات الفضائيه. بس هو يمكن اكتر 2 لقلبي هم الشخصيتين دول مؤثرين معايا، يمكن لان كمان في اواخر فتره دكتور محمود سلطان كنا بنتكلم كتير، وكان في مشروع اكاديميه كبير كنا هنعمله سوا انا وهو، ولكن يعني وفاته المنيه. بس هو يعني حد يعني بكلمك على ناس اخلاقها كمان بتسبقها قبل المهنة، يعني هم كأخلاق قبل الموهبة، هم ناس متميزين جدا في أخلاقهم وحرفيتهم وموهبتهم عن ناس كتير، ويمكن كمان ما خدوش حقهم لا المعنوي صح. ولا المادي ولا الأدبي اللي المفروض كانوا يستحقوا. دي حقيقة. بالنسبة للفنانين، يعني لو حضرتك كنت تستضيف حد من زمان، كنت تحب تستضيف مين؟
فاتن حمامة انا كنت بحبها قوي. كلنا يعني انا كنت اتمنى اشوفها طبعا. ومين ما يحبهاش طبعا. تمام. يعني بنشكرك اكيد يا استاذه شيماء على اسئلتك الجميله دي، اكيد اسئله مختلفه ودمها خفيف. هو ينفع اصلا اللي بيعمل مداخله يطلب اغنيه ولا لا؟ ينفع بس تكون لمطرب راجل، لان احنا الرجال فقط بقى متحيزين شويه. ماشي خلاص، قولي اللي انت عايزاه. بس على ذوقك. لا والله قولي اللي انت عايزاه. بس مطرب راجل، معلش بقى احنا الساعتين دول بس. لا يا فندم براحتك. ايه طب ايه الاغنيه؟ مش هتطلبي ولا حاجه تانية غيرتي رايك؟ الو، هي زعلت لما قلت لها مطربين رجاله ولا خط فصل؟ طب كلمينا تاني يا استاذه شيماء، اكيد يعني واضح ان الخط فصل. اكيد ما زعلتهاش يعني لما قلت لها مطربين. لا اكيد. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الاعلامي والاستاذ محمد صادق، ويعني عجبني قوي اسئله المداخلات برضو، اسئله مختلفه وجميله، واكيد كل الناس اللي حابه برضو تتصل وتسال استاذ محمد بيجاوب اهو. الكل اللي حابب يكلمنا هفكركم بالرقم تاني، رقمنا هو 01960 393 وصفحتنا هي آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط بالعربي. ياه ايه الملل ده؟ ما تشغل كده الراديو نسمع اي حاجة. ماشي يا عم. كنا بنتكلم عن كل حاجة بتهم المرأة بشكل عام، من ميك اب لشعر. ايه ده؟ لا غير المحطة بسرعة. لبس ايه اللي يناسبك؟ كتير مننا ما شاء الله علينا لما بنحط الماسكارا بنعاني من مشكلة تكتل الماسكارا على رموشنا وبيبقى شكل مش حلو. في ايه؟ هو كل حاجة عن الستات؟ خلاص بقى زهقنا. عندك حق والله، كانوا بيقولوا المرأة نص المجتمع، بقت كل المجتمع. بقول لك ايه، هنغير المحطة. برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط. أيوة بقى، أخيرا حاجة بتتكلم عن الرجالة، هو ده. استنى هعلي الصوت عشان نعرف ميعاد البرنامج امتى. كل يوم خميس الساعة 8 مساء مع أكرم المصري على راديو البوابة. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط مع أكرم المصري على راديو البوابة. لسه مكملين في برنامج آدم أول برنامج إذاعي للرجال فقط. لسه معاكم أكرم المصري، ومنورني في أول حلقة في 2018، ويعني أكيد بداية مبشرة بالخير والتفاؤل وكل حاجة حلوة. الإعلامي الجميل الأستاذ محمد صادق. ميرسي يا أكرم، ميرسي، تسلم. ميرسي. طيب زي ما اتكلمنا كده قبل الفاصل في لقب الإعلامي، وناس كتير بيتقال عليهم، والفترة الأخيرة بقت يعني شوية في توهان كده. تمام. فحضرتك شايف ايه مواصفات اللي يطلق عليه لقب اعلامي؟ يعني ده يستحق ان هو يتقال عليه اعلامي. بصي أكرم، لقب إعلامي هو لقب صعب قوي. بمعنى شفت لقب كده أستاذ دكتور، يعني واحد معاه درجة الأستاذية في جراحة في فأعتقد أن الإعلامي ده لازم يوصل للمرحلة ديت. الإعلامي دوت مش مذيع. الإعلامي ده منظومة. الإعلامي دوت ممكن يكون صحفي، ممكن يكون في نفس الوقت معد لشغله، ممكن يكون مقدم برامج. صح. يقدر يعمل حاجات كتيرة. إنما مش معنى إن أنا كتبت في جورنال فبقيت إعلامي، مش معنى إن أنا طلعت قدمت حلقتين في برنامج. أنا أعرف ناس بشكل شخصي والله كل مسيرتها الإعلامية هي حلقة في برنامج، وعامل لنفسه على الفيسبوك كلمة إعلامي دي كلمة كبيرة قوي 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 قوي. في ناس كتير قوي بيكتبوا لا، كلمة لا تصلح بجد. يمكن حتى أسماء كبيرة موجودة دلوقتي على الساحة ما تقدرش تطلق عليها لقب إعلامي. لا، اللقب ده
يعني انت عارف يعني ايه اعلامي؟ يعني حد يجيد اعلام الناس بشيء ما ويقنعهم بيها. فاعتقد ان لو المصطلح ده موجود في اللي موجود، خلاص يا عم اطلق على نفسك لقب اعلامي. بس انا اعتقد ان المصطلح دوت بعيد قوي عن ناس كتيرة موجود في الساحة على الساحة دلوقتي. طيب يعني مش عايزين نتكلم في النقطة دي كتير، احنا اديناها حقها، فاحنا يعني ممكن ننتقل لسؤال تاني، ويعني ده اكيد متوقع منك تجاوبني بصراحة كالعادة. تمام. شفنا ان الاعلام خصوصا بعد اعلام ما بعد الثورة، ان الاعلام بيعتمد اعتماد رئيسي على الفضائح والمشاكل الشخصية اكتر ما هو بيعتمد على المحتوى الهادف وتوعية الناس. فايه رأيك في الكلام ده؟ متفق ولا مختلف؟ هقول لك على حاجة برضو عشان نكون منصفين، مش كل الإعلاميين ومش كل كله طبعا، ولكن هو أغلبية الإعلام في شريحة كبيرة اشتغلت على الصحافة الصفراء وعلى ان انا ازاي يبقى البرنامج بتاعي ترند على السوشيال ميديا، او طبعا ازاي اكون رقم في معادلة صعبة كبيرة في سوق الاعلانات، وازاي اجيب اعلانات بعد كده ونسبة المشاهدة تعلى. فدي دي كانت اشكالية من الاشكاليات الكبيرة اللي موجودة في الوقت الحالي. بس عايز اقول لك على حاجة، المجتمع تدريجيا، انت لو لاحظت ان كان في اسامي في 2011 و12 ممكن تكون اختفت بعد شوية، ظهر ناس جديدة فبتختفي بعد شوية. اعتقد ان الشارع بيلفظ الاعلاميين دول، مش بيلفظهم في نفس اللحظة، ولكن ممكن يعيشوا معاك فترة، يعيش معاك سنة 2 3 4 5، ولكن بعد شوية هتلاقيهم مش موجودين وهيبقى في الاعلام الاصلح يعني. طيب هل شايف ان اغلب الاعلاميين بقوا بيستخدموا الاسلوب اللي بنقول عليه احنا لازم نسخن الحلقة والضيفين يتخانقوا، ويعني عشان اجيب نسبة مشاهدة وناس يشيروا المقطع ده على اليوتيوب والفيسبوك وبتاع؟ هل شايف ان دي طريقة مهنية المفروض نستخدمها؟ الطريقة ديت لو اتحسبت بالتاريخ وابجديات الورقة والقلم هتقول ان النوعية ديت من البرامج بتموت. النوعية من البرامج دي ممكن تحقق نسب مشاهدة بس مش هتحقق تاريخ. يعني مش هتعمل لك اسم. انا اللي هفتكره من الحدوتة الخناقة، اللي هفتكره من الحدوتة سوري واحد بيقلع الجزمة بتاعته وبيضرب التاني، ده اللي انا فاكره. انما فاكر سؤالك كان مغزائي، فاكر هدفك كان ايه، فاكر قيمتك الاعلامية كانت ايه. لما هيتذكر اسمك بايه. احنا لما بنتكلم على محمود سلطان، اذا كانت اللقاءات النادرة اللي كان بيعملها مع الشعراوي او مع الرموز والشخصيات الدينية والاسلامية والسياسية في الوقت ده، ولا الصوت بس بتاعه في برنامج عالم الحيوان بيجي بعد طبعا صلاة الجمعة طبعا. انت تفضل صوته عالق في ودنك لغاية النهاردة. إذا كان طارق حبيب لما كان بيعمل برامج فنية لطيفة جدا بديكورات بسيطة جدا جدا جدا، ويقابل لبلبة ويقابل سمير صبري وهم لسه في بداياتهم، تحس الناس دي كانت بتقدم معنا، حتى لو كان بيقدم انترتينمنت أو حاجة فيها الترفيه أو التسلية، كان بيبقى ليها قيمة حلوة، ليها معنى حلو. فاللي بيبقى زي ما اتعلمنا ازاي تسيب امباكت او ازاي تسيب اثر مع الناس، اعتقد ان اللي بيعتمد على الاثارة، اللي بيعتمد على الصحافة الصفراء، عمره قصير في المجال. زي الفنانين زي ما في فنانين وفنانات قدموا افلام بالبلدي نقول مبتذلة، على الظهير الاخر هتلاقي فنانين وفنانات قدموا افلام لها قيمة كبيرة جدا، او نفس الفنان وقع في الافلام دي بس بعد شوية فاق لنفسه وابتدى يركز على المضمون وعلى الرسالة وعلى المحتوى الجيد، فوصل لنجومية. اللي هيكمل في مسيرة الصحافة الصفراء في الاعلام هيقع لا محالة. طيب بنشوف يا أستاذ محمد، وأكيد حضرتك كمان بتشوف، واتكلمنا أنا وحضرتك يعني تحت الهوا في الكلام ده، إن في برامج يعني بتملى هوا بس، إن لا محتوى ولا موضوع ولا المشاهد استفاد بأي حاجة. يعني ندي مثال مثلا، يعني إيه أنا في برنامج أقعد نص ساعة ألعب أوتوبيس كومبليت أو ألف ب، يعني إيه يا جماعة أنا استفدت إيه وأنا بتفرج عليكم وقول لي حيوان بحرف الألف وقناة مشهورة طبعا والبرنامج معروف، مش راضي أقول بس اسمه عشان ما بنقللش من حد، ولكن أكيد ليهم حلقات حلوة وكل حاجة، بس
نص ساعه انا بلعب قدام الناس، انا استفدت ايه؟ انت على شاشه يعني. هقول لك الهدف الاساسي ان انا بجيب نجم سوبر ستار، وبقول للمشاهد تعالوا اتفرجوا عليه وهو بيلعب. في ناس حابه ده، انما الغالبيه العظمى بتقول لك يا عم حول لي القناه انا هقعد اتفرج عليه وهو بيلعب. يعني برضو الاعلام من يعني رسالته ان هو رساله توعويه، وبوعي الناس وبهتم بمشاكلهم. لو مش هتهتم بمشاكله او برامج ترفيهيه، دي طبعا رساله من رسائل الاعلام، ولكن انت ممكن تعمل حاجه دمها خفيف، ان انت تساله اسئله يعني شخصيه دمها خفيف في رايك في الفن. بص الاعلام هو الوجه الاخر للسينما. يعني او تقديم البرامج هو الوجه الاخر للسينما. السينما انت ممكن تخش تتفرج على برنامج هادف، على فيلم سوري هادف، وفي نفس الوقت دمه خفيف جدا، حابب ابطاله قوي، طالع كده بحاله لطيفه قوي انت خارج من السينما. ممكن توصل لنفس الحالة دي وانت بتتفرج على مقدم برامج بيقدم ايا كان المحتوى اللي بيقدمه، سياسة، فن، رياضة، انت مستمتع بالقصة. وممكن تاني على النقيض تخش سينما تتفرج على فيلم معلش فيه محتوى مش لطيف، فيه ابتذال، في حاجات كتير قوي، فتخرج عندك حالة من انا ضيعت وقت. فده بيضيع وقت وده بيضيع وقت. ولكن في النهاية أنا داخل المهنة عشان أضيع وقت الناس، ولا داخل عشان أقدر؟ يعني كل واحد فينا في الحياة مخلوق عشان يحقق رسالة. انت ربنا خلقك لهدف معين، انت نازل الأرض عشان تعمله، يا تعمله صح يا تعمله غلط. عملته صح اتجازيت عليه، عملته غلط اتجازيت عليه، بس ايا كان نوع الجزاء. فانا دلوقتي نازل الحياه او نازل الارض عشان احقق رساله او هدف او ليا دور، احققه صح عشان يبقى ليا اثر او ذكرى طيبه تنفعني دنيا وتنفعني اخره. دي حقيقة. ويمكن بحكم يعني أنا شغلي شوية في المجال بقالي فترة إلى حد ما كويسة، ببقى عارف المذيع اللي هو مفيش موضوع مفيش أي حاجة، بس هو طالع بيقول أي كلام عشان يملى هوا. يعني البرنامج لو وقته ساعة فأنا هملى هوا. وعلى فكرة في الراديو كتير وبدون داعي لذكر اسم المذيع، هو قال على الهوا المخرج بيقول لي فاضل 3-4 دقايق املى بيهم، فاملاهم لكم يا جماعة. طب خلاص أنا هقول لكم أي طخ عشان المخرج. ودي تقريبا كانت آخر حلقة. هو إعلامي مشهور على فكرة يعني. مش هنقول اسمه برضه. لا هقول لك بعد. نطلع بره. طيب اللينك الجاي هنعرف اكتر المواقف اللي تعرض ليها الاعلامي محمد صادق خلال مسيرته اكيد المهنيه. ودايما البرنامج اللي لما بيكون هوا كلنا لازم يحصل لنا مواقف. يعني البرنامج الهوا خلاص الكلمه اتقالت ما بترجعش، غير لما بيكون مسجل يعني نعرف مونتاج بقى لا هعيد تاني. لكن برنامج هوا خلاص يعني عامله زي طلقه الرصاص كده طلعت خلاص. هنعرف كل ده هقول لك بعد الفصل اكيد. ولكن هروح نسمع اغنيه على ذوق محمد الكاشف ونرجع نكمل معاكم تاني في برنامج آدم. بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطة ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيقي ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. اسمعوا برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. ياسر الطبي. ولسه مكملين معاكم في برنامج آدم، أول برنامج إذاعي للرجال فقط، مع أكرم المصري على راديو البوابة. اكتر المواقف اللي بتحصل للمذيع والاعلامي طبعا اثناء شغله، خصوصا لو كان البرنامج على الهواء، فاكيد بتحصل مواقف كوميديه، مواقف كارثيه. فهنعرف من الاعلامي محمد صادق ايه اكتر المواقف اللي مش هينساها اللي حصلت له خلال بقى
مسيرته المهنيه؟ هقول لك يمكن من اصعب المواقف اللي انت ممكن تتعرض لها وانت شغال على الهواء مباشر قدام الناس كلها، بعد فتره فترة 30/6 كنا بنشتغل هوا، بس كنا بنشتغل هوا بشكل فظيع. يعني انت عندك اليوم ال 24 ساعة انت كنت كلها احداث، يعني فض رابعة والنهضة، بعديها تجيلك معرفش الحق مظاهرة في رمسيس، لا ده بقى اقتحام مسبيرو، اقتحام مدينة الانتاج. كنا بنشتغل لساعات طويلة جدا. وكان عشان فكرة اقتحام المدينة احنا كنا في اوقات بنقعد في المدينة بنبات هناك، يعني انت بتبات في قلب الاستوديوهات. فدي كانت فترة صعبة جدا. الفترة ديت كان بيبقى في اجهاد كبير جدا على اذا كان مخرجين او اذا كان المصورين، كانوا فعلا بيجهدوا قوي. ففي ضمن المواقف انك انت في لحظة من اللحظات سامع صوت حد بيشخر في الاستوديو، هو نايم بيشخر، نايم وعمال بقى اصوات فظيعه وهو نايم، ده على الهوا. انت بشكل او باخر بتحاول تلمح للمخرج ان في حاجه غلط، بنبقى في اتفاقات، يعني هلا اخبط لك بالقلم خبطتين، اعرف اني عندي مشكله طلعني فاصل، اعرف ان انا عطشان محتاج اعمل حاجه فطلعني باي شكل من الاشكال، بيبقى في تيمه معينه عشان فكره الفواصل. دي جزئيه. مره جزئيه تانية حصل مشكله فنيه صعبه قوي. كنا في رمضان وكنا في تغطيات هوا مظاهرات، وانا في الاستوديو شغال مع الضيوف. فجأة لقيت ان صوت الكرينر بيكلم خطيبته وصوته طالع معانا على الشاشه عادي كده جدا، اللي هو بتقول له حبيبي اتسحرت. والله اتسحرنا. ما هو بيبقى فيه لازم يبقى فيه لا اير بيس بتاعه وهو بيتكلم، بس الصوت بتاعه واصل لنا ازاي، دي حاجه تكنيكال انا ما اعرفش، بس كان صوتهم مسمع جدا. اتسحرت، ده فاضل على الفجر حاجات بسيطه. اتسحرنا، بعتوا جابوا لنا فول من اكس معين في اكتوبر. فكل ده يعني، وده الكلام كان جوه الكنترول. حاولنا بشكل او باخر ان احنا نلحق الموضوع. فبعض الاحيان بيبقى في انت كمذيع فانت واخد اتعلمت بقى يعني ايه تقعد قدام الكاميرا، فانت في لحظه معينه جات لك ورقه، التاب بتاعك فصل او النت من قدامك فصل من على الموبايل، فالمخرج يقول لك خلاص دقيقه هروح احول الكاميرا على الضيف او على حد تاني وانت اوت اوف كادر، فانا هدخل لك الورقه. فتيجي تدخل حد يدخل لك الورقه متسرسب من تحت الكرسي كده، فتلاقي الضيف يسيب الكاميرا ويروح يبص تحت الارض ويشاور لك، عايز يقول لك ايه حد. طب يا عم ما انا فاهم، ما احنا اللي بنداري على الموضوع بس. فتبتدي تشاور للضيف كمل، وتبتدي تعمل له ايماءات بايدك عشان يعني ما يطلعش بره القصه او يلفت انتباه المشاهد ان في حاجه بتحصل بره. وشفنا في التلفزيون المصري مذيعه قامت وسابت الضيف والضيف كمل، لو حضرتك شفتها لما تعبت على الهوا. لا للاسف ما خدتش، كان فيديو منتشر ان هي تعبت فقالت له كمل، ففضل هو مكمل لوحده جدا وهي قامت جايه سايبه الكرسي وقامت. حتى اللقطه جت يعني. هي بيبقى بس قصه المخرج لو محترف قوي بيطمنك ويقول لك ما تقلقش انت بره الكادر دلوقتي، قوم مش بتحرك، ممكن نقوم اوطي اجيب ازازه الميه بتاعتي من تحت المكتب، بنعرف نتحرك يعني، بس ده بيجي بعد وقت شويه يعني. فده اكيد البرنامج مش مذيع بس، البرنامج يعني طبعا عمل كبير عشان يطلع. مفيش نجاح بيقوم على فرد على فكره، ايا كانت شطاره الفرد دوت. وانا دايما بقول حتى في البرنامج ان انا لو كان صوتي بيطلع مظبوط وبتاع، اكيد مهندس الصوت طبعا بيهتم بده، محمد الكاشف. اكيد ناس كتيره. اي نجاح هو مجموعه عمل. اكيد طبعا. طيب اكتر ضيف انت كنت مبسوط جدا خلال استضافته، واكتر ضيف مش هنقول اتضايقت عشان انا عارف لو قلت اتضايقت مش هتقول الاسم. لا هقول هنقول. لا طيب اكتر ضيف انت كنت مبسوط جدا خلال استضافته، خلينا في الجزء الاول من السؤال. بص، اكتر ضيف كنت مبسوط باستضافته هم ناس كتيره للامانه. اكتر حد فتحية العسال يعني. انا كنت بحسها انها امي يعني، وانا ما كنتش بقول لها يا استاذه ولا كنت بقول لها يا توحه. وساعات اقول لها فتحية، اول ما اكلمها في التليفون يا فتحية انصحها، انا بتقول لي يا قليل الادب اسمي الاستاذه فتحية. انا رجاله
شنبات بتوطي تبوس ايدي، اقول لها اسكتي بدل ما اقفل السكه، تروح فتهزر معايا. هي ست الله يرحمها كانت ست جميله وكانت ست عظيمه وكان روحها حلوه قوي وكانت مشجعه. يعني هي كانت ست في السبعينات من عمرها وتحس ان فيها طاقه شباب، وتنزل المظاهره وتقف وتهلل وتزعق وتلم الشباب حواليها لاخر لحظه في عمرها. بتعمل مسلسل كنت بنتفق انا وهي يلا اطلعي يلا كملي نعمله فيلم كتاب حضن العمر اللي هو سجن النساء اللي اتحول سجن النساء. كنا متفقين، انا بتكلم انا معاها ان انا بشجعها يلا يتعمل فيلم، وراحت للعدل وقالت لهم نعمله فيلم، فقالوا لها لا ده يبقى مسلسل واتعمل سجن النساء. فهي الله يرحمها كانت كانت ست عظيمه. دي من اهم الشخصيات اللي هي ما تحسسكش انها نجمه وانها اديبه وانها مثقفه وحواليها هاله كبيره. لما تيجي تكلمها تحس انها واحده عاديه جدا جدا، شخصيه متواضعه. هي والراحله العظيمه شاهندة مقلد، دي كانت من اجمل الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك. ست قويه وست اتحملت مصايب الدنيا، ابوها يموت وزوجها يتقتل وابنها يتقتل، ومثابره وواقفه. وفي 30/6 كانت واقفه قدام قصر ياسا ب100 راجل اللي هي اتضربت في وشها من الاخوان، وكانت واقفه ومكمله. وتقريبا مسلسل لوسيا كان بيحكي قصه حياتها يعني، او قصه حياه جوزها اللي اتقتل عشان الفلاحين. يعني قصه كبيره قوي مشهوره يعني. تمام. اكتر ضيف اتضايقت؟ اكتر ضيف حلقته ما طلعتش زي ما كنت متصور. اول حلقه في برنامج الزنزانه بسجلها كانت مع جورج اسحاق. ما اتبسطتش خالص لا خالص لاسباب كتيره، بس ما كنتش مبسوط. وكان مع اني قبل ما اسجل كان نفسي اسجل معاه، يعني قبل التسجيل كان نفسي اسجل معاه. لما سجلت يعني نقدر نقول سبب من ضمن الاسباب دي لما تحس ان الضيف حاسس ان هو اعلى من المذيع، او حاسس ان هو قيمه كبيره قوي ان يقعد قدام مذيع صغير. انا في اللحظه دي هو اداني درس مهم جدا ان انا فكان في قدر من التعالي حتى في الاجابه على هو الراجل كان مهذب جدا بالمناسبه، يعني كان مهذب، بيتكلم بادب جدا، كان كويس جدا، ولكن احساسك الداخلي ان هو كان فيه شيء من وكانت لسه بالنسبه لي اول تجربه. بس تاني حلقه كانت بعديه بربع ساعه وكنت شخصيه مختلفه 360 درجه. يعني كانت مع الأستاذة كريمة الحفناوي، وهي حتى قالت لي أنا اتخضيت منك كمذيع. قلت لها دي تاني حلقة أنا بسجلها في حياتي. فيمكن هو اللي عمله فيها ما كانش حاجة شر، بس أنا يعني ضفت للحلقة بتاعته كتير. ويمكن كمان حلقته كانت من الحلقات المتميزة اللي ناس كتيرة أشادت بيها. بس انت ما كنتش مبسوط؟ ما انا بص، انا بشتغل بالبيرسونال فاكتور، يعني بشتغل بالعامل الشخصي. ببقى حابب الشخصيه اللي قدامي. وانا تقريبا كل الضيوف اللي انا قابلتهم تحولت من مرحله ان هم يبقوا ضيوف في برنامج اللي كلها تقريبا صداقات. تقريبا كل اللي جم معايا هم بالرغم حتى ان هم لو كانوا اكبر مني سنا، بس هم اصدقائي. بتصل بيهم وبتصلوا بيا في الاعياد والمواسم، ولو في مشكله ما حاجه تخص البلد وقلقتني بتصل على اي حد فيهم، بتكلم معاه بيطمني. تقريبا انا يعني بحب الجو الاجتماعي او جو العلاقات الاجتماعيه اللي فيها دفء. طيب عشان وقتنا للاسف خلاص اوشك على الانتهاء فحابين نعرف الاعلامي محمد صادق محضر لنا ايه في 2018 ان شاء الله؟ 2018 باذن الله انا بعمل حاجه اسمها الباش كاتب. والباش كاتب دوت برنامج ان شاء الله يبقى حاجه ان شاء الله امل انها تعجب الناس. فكره البرنامج فكره جديده. يمكن تكون الخط الاساسي فكرة عادية، ولكن المحتوى هو هيبقى محتوى مختلف كلية، والناس هتفاجأ بحاجات بتشوفها وبتسمعها لأول مرة في حياتهم عن نجوم أو اللي هم الإسقاط على الباش كاتب. هو عبارة عن إيه؟ كل واحد شاطر قوي قدر يكتب اسمه في تاريخ مصر فبقى اسمه الباش كاتب. يعني عمر خيرت البيانيست الشهير هيبقى الباش كاتب، عبد الرحمن الأبنودي هيبقى الباش كاتب، وهو بالفعل كان باش كاتب في المحكمة. يعني هو دي كانت وظيفته الأساسية، كان باش كاتب محكمة. هيبقى فيها نجوم مصر كلهم، هيبقى فيها يعني محمد رحيم، لأن هو ابتدى صغير قوي، ابتدى من سن 18 أو 19 سنة وياخد الميوزك أوورد مع عمرو دياب. وهو على المستوى الشخصي أخويا وعشرة عمر.
فهنعمل مجموعة حلقات قريب ان شاء الله مع بعض. عامل مفاجأة حلوة قوي ان شاء الله، يعني خلصنا تقريبا 80% من البرنامج. في ناس نجوم اول مرة هتشوفوهم كضيوف بتتكلم على رموز مصرية وشخصيات حلوة. هتشوفوا ناس لأول مرة بتمثل دراما هي عمرها ما مثلت في حياتها، ولكنهم مثلوا، واحنا طلعنا صورنا في حتت كتيرة قوي. صورنا بحر الأحمر، بحر متوسط، صورنا في صحاري، وصورنا في جبال. عملنا حدوتة حلوة قوي، وفيها الخط الدرامي وفيها الخط الإنساني. أتمنى من ربنا إنها تعجب الناس ويكون لها مردود حلو مع الناس إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. يعني بتمنى لك التوفيق يا رب في اللي جاي، وإن شاء الله كده البرنامج يكسر الدنيا بإذن الله يا رب إن شاء الله ويوفقك. في حاجة تانية يعني برضو حابب أعرفها، هل في قناة معينة ولا لم يتم الاتفاق حتى الآن؟ بص والله أكرم، هو في يعني قناتين إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القريبة دي أكون إن شاء الله، لأن أنا تقريبا أنا كنت ماضي مع برودكشن هاوس 3 برامج، ده آخر برنامج إن شاء الله فيهم. هرجع لفكرة إن أنا أرجع تاني أقدم برنامج في القناة بشكل بقى ممكن منتظم، أخد نفسي شوية، لأن شغل البرودكشن هاوسز بيبقى متعب جدا ومرهق جدا. بعكس البرامج انك تبقى عارف ليك برنامج اسبوعي فانت بتحضر قبليها تكون محضر. انما لما بتعمل برنامج كبير في مجموعه حلقات 30 حلقه بتتكلم فيها على شخصيات، تحضير كتير وشغل كتير وتصوير كتير وانا طبعا بطبيعه الحال بحضر في المونتاج، فالموضوع بيبقى مرهق جدا بعكس ما تشتغل في قناه. ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه باذن الله يعني في كلام باذن الله يعني بشكل جدي مع اكتر من مع محطتين ان شاء الله يعني كبار، فربنا المستعان ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه اكون مضيت في حاجه يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله السنه الجديده تكون كلها خير ونجاح على حضرتك اكيد، عليا وعليك وعلى الناس كلها يا رب، تحقق امنياتها كلها يا رب ان شاء الله في 2018. وكنت مبسوط اكيد يعني انت شرفتني انا اكتر، وانت عارف يا اكرم انا بحبك ازاي، ويمكن احنا كنا مع بعض من 2 سنين في لقاء فانا مبسوط بوجودي معاك، لان في احيانا تقعد مع اعلامي تبقى مرتاح له ان حاسس ان هو فاهم، في حين ممكن انا والله نادرا اما بطلع ضيف، يمكن بس عشان انا حبايبي في مسبيرو فيمكن طلعت معاهم في التلفزيون المصري 2 3 مرات. انا على المستوى الانساني بحبك وبحترمك، وانت حد موهوب جدا ان شاء الله يعني الفتره الجايه نلاقيك برضو على الشاشه بقى باذن الله، مذيع تلفزيون بقى ونتخلى عن الميكروفون ان شاء الله. ان شاء الله وممكن الميكروفون برضو طبعا الميكروفون عشق، طبعا هي المهنه كلها عشق يعني اكيد طبعا. واكيد كلام حضرتك شرف ليا يعني حاجه كده افتخر بيها، ويا رب يكون ان شاء الله كده انا وش حلو على حضرتك في اللي جاي باذن الله يا رب. واكيد هبقى متابع معاك بقى اي حاجه ان شاء الله، وهبقى متابع جيد للبرنامج اكيد اول ما ينزل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا يعني ممكن على اخر الشهر نكون بنبتدي عرض ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه باذن الله. وهتشوفوا ناس انا عن نفسي مبسوط لان انا سجلت مع شخصيات كبيره قوي ومهمه قوي وحلوه قوي، وفنانين كمان وفنانات ممثلات اول مره يظهروا يتكلموا على شخصيات معينه، لمسوهم عاشروهم اتكلموا معاهم. هتشوفوا كواليس، هتشوفوا صور فيديوز لشريهان وهي بتطبل وبتغني في حاجات كده وحاجات جديده جايبينها ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب تعجب الناس ان شاء الله يا رب باذن الله. ومره تانية بتمنى التوفيق والنجاح لحضرتك اكيد. انا بشكرك يا اكرم وبتمنى كل التوفيق وبتمنى لاسعادكم كل الخير والتوفيق يا رب يا رب ان شاء الله. بنشكر اكيد الاعلامي المتميز واللي انا شخصيا اكيد بحبه الاستاذ محمد صادق، وبشكر كل اللي تابعونا النهارده وكل اللي شاركوا معانا بالمداخلات او بعتوا لنا على الصفحه او حاولوا يخشوا معانا وما عرفوش، بشكرهم جدا. والنهارده كانت يعني اول حلقه في عام 2018 وحلقه يعني جميله، ويا رب تكون يعني تكونوا اتبسطتوا زي ما انا اتبسطت اكيد. وزي ما قلت في بدايه الحلقه بدايه اكيد مبشره وجميلة أبدأ بيها موسم جديد من برنامجي. بشكر مرة تانية الإعلامي محمد صادق ربنا يخليك، وبشكر أكيد مهندس الصوت محمد الكاشف، وكمان يعني بشكر كل الناس اللي بتتابع دايما برنامج آدم وبتحاول تشارك معايا، بشكرهم جدا. واستنوني إن شاء الله بقى في تاني حلقة
يعني افضل اقول تاني حلقه وتالت حلقه لحد ما ايه اعدي ال10 حلقات الاولانيين لحد ما ننسى شويه. 2018 بقت جديده. تاني حلقه ان شاء الله من برنامج ادم في 2018 يوم الخميس اللي جاي الساعه 8 مساء، وحلقه جديده من برنامج ادم اول برنامج اذاعي للرجال فقط مع اكرم المصري.